السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل كشري مصري بالطريقة المطاعم، حاجة كده فاخر من الآخر، على يعجبكم إن شاء الله. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. معايا ربع كيلو عدس، ومعايا ربع كيلو حمص بليتهم يجي ساعة. الوقت بقى هعيد عليهم غسيل تاني بعد ما تبلوا، اغسلهم غسيل حلو كده واصفيهم في المصفى، وارجع احطهم في الحله واحطهم على النار يستووا. افضل اغسل العدس كده لما ميته تروق وتبقى حلوه، وارجع اغسل احط عليه ميه، واغسل الحمص برضو نفس الطريقه عشان ميته تبقى نظيفه. واحطه بقى في الحله زي ما انتم شايفين كده، وعلق علق على النار. انا علقت كده العدس على النار هو والحمص، ولعت عليهم على ما يستووا. كنا قشرت البصل ده، العدس غير اهو، الحمص برضو، بس الحمص بيغيب شويه في السوا عن العدس. البصل جاهز اهوت. هتمسكوا بقى ابشروا بالمبشره دي كلها كده، من 4 بصلات هبشر 3 كده على المبشره، وهوريكم واحده على الايد عشان اللي ما عندوش مبشره يعرف يعملها ازاي بقى على ايده. ابشروا كده، المبشره فعلا بتبشر ناعم عن الايد، بس يعني اللي ما عندوش هيعمل يعني يحاول بايده على قد ما يقدر يرقق ويعمل على ايده. بينفع برضو يعني، مش ما بينفعش. زي ما انتوا شايفين كده بقى البصل اهوت مبشور على المبشرة. العصلجة معانا بعملها بقى بالبتاع عشان ما تعورنيش، المبشرة ممكن تعور ايدي. بتبقى بتعمل بسرعة المبشرة سريعة، بس الواحد بيخاف منها تعور الواحد. اكملها بقى على الايد لا تعورني. ومعادش الا واحدة اهي، برضو هوريكم تعملوها ازاي على الايد. وبقية البصلية برضو مش هرميها خسارة، بقوم عاملاها بقى على ايدي كده حتت صغيرة، حلقان صغيرة كده، نص صاص كده، بدل ما ارميها. بحاول استنفع بيها برضو، تنفعني بدل ما ارمي كل ده. دي بقى فترة واحدة اهي تعملها لكم على ايدي، ابشرها، احاول على قد ما اقدر ارقها على ايدي، استخدمها على الايد خالص، واقسمها نصين كده عشان تعمل معايا حلقان، عشان يتحمر مع بعضه، ما يبقاش حاجة رقيقة وحاجة تخينة. بحاول ارقها على الاخر خالص اهو، زي اللي على المبشرة يعني، ينفعك على الايد وينفع على المبشرة زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى نخلص البصل ونشوف هنعمل ايه بعد كده. شوفوا بقى اللي اتعمل على المبشرة ناعم برضو، الزيت ما هو زي الايد برضو، بس برضو حاولت على قد ما اقدر عملته على الايد يبقى حلو. بس انا حبيت اوريكم يعني، هو المفروض يبقى كله زي بعضه، علشان يا على الايد يا على المبشرة، عشان يبقى كله يستوى مع بعض سوا واحد. دلوقتي معايا حلة نحط فيها زيت، ونحط ولا عليها النار، وما الزيت بتاعنا يسخن نضيف له البصل عشان نحمره، علشان ياخد السوا بتاعه بقى مع البصل، عشان نشوف هنعمل ايه بعد البصل. انا بعمل معاكم خطوة خطوة، وانا بحب اعمل حاجة حاجة برضو. زي ما انتم شايفين كده، الزيت سخن ابتدى يسخن معايا، هضيف له بقى البصل
وفردوا كده فككوا عشان ايه ما يطراش على بعضه. نفضي كله واقوم بقى ايه ماسكاه كله ايه مقلباه كويس في الزيت على ما يتبل بقى ايه ويبتدي يحمر، يبقى ايدي فيه لما احمره اللون اللي انا عايزاه. في ناس بتحبه احمر خالص، وفي ناس بتحبه مقرمش يا دوبك، او في ناس بتحبه لونه ذهبي. احنا بنحبه ايه لونه ايه داكن شويه، وكل واحد على حسب ما هو بيحبه، ده اختياري يعني. زي ما انتم شايفين كده ايه بمسكه اقلبه الوقت ايه هيصفط في الزيت هيخس عن كده. هنشوفه مع بعض برضه. كده هو البصل خس اهوت في الزيت دبل اهوت، على ما يبتدي يستوى بقى ويبتدي يحمر معانا، ونصفيه بقى في حاجة ما يحمر باللون اللي احنا عايزينه. هو لونه في الكاميرا لما بيحمر بالكاميرا مغمقه شويه، وبيبقى لونه فاتح على ما انتوا شايفينه كده. اللي مش عارف يروح يغمقه او كده يعني، هو لونه فاتح عن اللي في الكاميرا. هو لونه بيبقى لونه ذهبي كده حلو. الاضاءه عندي مش مبينه كويس. الوقت انا معايا التقليه هي اتسبكت. التقليه ديت مش عارفه المقطع بتاعها راح فين. انا عاملاها زي تقليه المكرونه، زيت وقمت ضربه طماطم ومصفياها، وحط لها بهاراتها فلفل وكمون وكزبره، وحطيتها تتسبك اهيت لسه ما اتسبكتش. والبصل معانا اهوت زي ما انتم شايفين دبل خالص اهوت، وابتدى بقى يحمر، يبقى ايدنا فيه لما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، او اللون بتاع الكشري بالظبط يعني. حبايب قلبي خليكم معايا عشان ايه اهم حاجه ايه طريقه الكشري دي تبقى مظبوطه بالظبط، عشان ايه الكشري معانا مظبوط وطعمه حلو زي بتاع المطاعم. زي ما انتم شايفين البصل احمر معانا، لازم ايدنا تتقلب فيه عشان كله يستوى زي بعضه، ما تبقاش حبايه وحبايه او واحده واحده. زي ما انتم شايفين اهوت البصل خلص، وانا صفيته من على الزيت عشان استخدم الزيت بتاعه برضو. واستخدمت الحلة اللي هي مضعة تحمير البصل، استخدمتها في طبيخ الرز. حطيت الشعرية دلوقتي، مضع الزيت اللي هو بتاع البصل استخدمناه، وحمرت فيه اللي هو الشعرية اهيت، حطيتها على النار اهيت عشان اطبخ الرز. وهلقت على مية المكرونة جنب مني. التقلية بتاعتي اتسبكت وزودتها ايه نص كوباية مية. احط لها مكعب مرق الدجاج، واحط لها بهاراتها شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة، واظبط حدقها تبقى جاهزة للكشري كده. هي بتبقى ايه لا هي مسبكة قوي ولا هي مرقة قوي، زي ما انتوا شايفين كده. هتغلي غلوتين تلف واقوم طافية عليها. بس احط لها البهارات بتاعتها وملحها المظبوط، وبعدين ايه اطفي عليها بقى زي ما انتوا شايفين كده. كده الشعرية بتاعتنا هي تقرب تاخد لون اهيت، بس تحمر. هسقط لها رز. اعمل بقى الايه الدقة بتاعت الشطة اللي هي بتاعت الكشري. احط معلقتين من الزيت، واحط معلقتين شطة، واقلبها كويس. زي ما انتم شايفين كده. معلقتين شطة همت، واقلبهم كويس لما يحمروا يغلوا كده في الزيت. نحط لهم معلقتين من التقلية، واحط لهم معلقتين من التقلية. وبعد ما احط المعلقتين من التقلية برضه احط لها بهاراتها واظبطها.
تحتاج برضو شوية توابل، شوية كزبرة وشوية كمون، شوية ملح، واظبطها. احط لها معلقتين من التقلية. احط لها 4 معالق من التقلية. وبعدين احط لها شوية بهارات، وكده تبقى ايه الدقة بتاعتنا خلصت. حطيت لها يجي ربع كوباية مية، بس تغلي اطفي عليها بقى. احط لها شوية كزبرة، احط لها بقى شوية كمان شوية ملح، واقلبها واطفي عليها. وبعدين اشوف ايه المكرونة بتاعتي برضو على النار. مية المكرونة، اسلق المكرونة بقى بتاعتي. كده خلصت الدقة بتاعتنا. خلطة الشطة بقى ديت ايه، ما اقولكوش بتبقى نار قايدة، خلي بالكم منها خالص، ما يحطهاش الا اللي بيحبها قوي يعني، او يكتر منها الا اللي بيحبها قوي. كده معانا المكرونة بتاعتنا ميتها غلت، بنسقط المكرونة بقى، نضيفها كده ايه مع بعض اللي ايه وتستوى. سيبها تستوى. على ما المكرونة بتاعتنا تستوى كنا نقلب الرز بتاعنا بيشرب. الرز بتاعنا برضه اهوت استوى بقى حلو، نحطه بقى نغطي عليه ونسيبه يشرب براحته، ونشوف المكرونة بتاعتنا استوت ولا لسه. المكرونة بتاعتنا استوت رخرة اهيت. كده الكشري بتاعنا خلص، معادش معانا الا الدقة بتاعته. معايا راس توم دقتها علشان الخلاط بتاعي كمان واسع، بيخلي ما بيطولش الفص التوم بحاله ينعمه، فبنعمه انا قبل ما احطه فيه. دقيته كده الراس توم، ومعايا عصير 4 ليمونات اضيفه بقى عليهم كده. واحط بقى ايه نص كوباية مية صغيرة، واحط برضو قدها خل. احط بقى ايه معايا برضو كزبرة، كمون، وملح، عشان ايه اهدأ الدقة بتاعتي. نظبط بقى ايه طعم الدقة بتاعتنا برضو، ملحها وحاجتها، ونضربها في الخلاط.
وكده احنا يبقى خلصنا حاجة الكشري كلها خلصت معانا. كده بقى دقت الشطة جهزت والدقة جهزت بتاعة الكشري. وكده الكشري بتاعنا كله جاهز زي ما انتوا شايفين اهوت، جاهز اهوت. ويلا بينا ايه نغرفه بقى في الاطباق. البصل بتاعنا فاتح عن كده يا جماعة، وحد يغمقه كده، انا هو اللي باين في الكاميرا، الاضاءة عندي هي اللي عاملة بيبقى فاتح عن كده شوية كده. انا عبينا في الاول بنعبي مكرونة وبنرجع نعبي فوق منها رز، وبعد الرز بقى بنحط العدس ونحط الحمص، اخر حاجة بنحط البصل زي ما انتوا شايفين كده. انت جيت تحط بالمعلقة، قالت لك لا انا مش هعرف احط بالمعلقة لان انا بقف في المطبخ كتير بتعب. فهي قلت لها بقى خشي غرفي انت الاكل وصوري بقى الكشري بعد ما خلص. فهي بقى واقفة بقى تزوق بقى هي في الايه في الكشري بقى بتاعنا، واقفة بقى تفنن في حتة العدس اهوت وتوزع الحمص عشان تحطه بقى بطريقة بقى كده. وترجع بقى ايه تحط بتاع البصل. شوف البصل لما بيجي في الإضاءة الناحية دي بتحس ان هو فاتح ازاي، يعني ما هوش غامق كده في الطبق. الإضاءة اللي عندي هي اللي مش كويسة يعني. بس يعني بالصلاة على النبي حبة كشري يعني احسن كمان من بتاع المطعم والله. ولا تكلفي نفسك. وما تنسوش بقى حبايب قلبي تدعموني